هنعرف ازاي نسوي الاستاكوزا على مرتين، مرة في حلة على البوتاجاز والمرة التانية على الجريل او في طاسة بشوية زبدة. وتعالوا مع بعض نتعرف على الصوص المميز الحلو الجميل ده كده، ونرحب بالشيف حميد او احمد الراجل الغالي واهل الصعيد الناس الطيبين، الاستاذ ياسر المدير المالي، حبايبي وزمايلي في العمل. يلا مع بعض نشوف ايه الطريقة. الحكاية حلوة ونبدأ بذكر الله وصلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. السيبيا المقلية والسنجاري وبلح البحر والاستاكوزا الجميلة العسل دي بعد ما سلقناها في حلة على البوتاجاز لمدة تلت ساعة، كان معاها شوية بصل وشوية فلفل الوان او شوية فلفل اخضر عادي، شويه توم، طماطم، كرفس. وهي ديت المرحله الاولى لتسويه الاستاكوزا، وهي سلقها الاول في ميه بالخلطه، وبعد كده ناخدها نفتحها بالطريقه الحلوه دي. لها طريقتين في الفتح، طريقه بالسكينه وطريقه بالمقص. ان شاء الله باذن الله هقدم لكم طريقه المقص في الايام القادمه، اما النهارده بالسكينه بتتفتح بسهوله على البلانشه، ومن الدماغ للديل بنسحب السكينه بتيجي معانا، وبنشيل منها عرق الرمل، ونبدا كده نشيل الزيادات، ولو فيها بطروخ بنسيبه، واللحم بتاعها ابيض شويه ميه كده عليه بتتشطف معانا. بص كده اهو. وبتشيل طبعا اللبانه ديت لبانه، خلي بالكم لو خدناها كده وفضلنا زي اللبانه. بعد كده هنحط شويه زبده في طاسه على البوتاجاز، ونحط الاستاكوزا بالشكل ده كده، ونشوح لما الزبده تسوي الاستاكوزا معانا وريحتها تحلو. احنا هنا عملناها على الجريلا بشويه زيت، ولكن الصوص بتاعها جاهز. حمرنا التوم في الزبده، وبعد كده حطينا عليه شويه دقيق وقلبنا، وبعد كده حطينا شويه كريمه، ونزلنا بعصير البرتقال وعصير الليمون، شويه فلفل ابيض مع شويه شبت، شويه كمون، ويحضر الصوص بتاعنا سخن. ونروح بقى للاستاكوزا بعد ما كملت سواها على الجريلا اهو. بص بقى هنحطها على الفلامبيه زهره سخنه، تحت منها شويه خلطه، وانزل يا شيف حميد بقى بالصوص الرائع ده والابتسامه الحلوه والناس الجميله معانا النهارده. احلى حاجه في الدنيا هي الحب يا جماعه، ما بين الزمايل وما بين الناس وما بين الجيران وما بين اي حد في الدنيا كده. احلى حاجه الايه؟ الحب في العمل. بص على المنظر وقرب، الله يا سلام على المشهد وعلى الجمال. لا 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 لا، حاجة حلوة قوي النهاردة. انا مبسوط عشان انتوا معايا في الفيديو. يلا كلنا كده نرحب باهل الصعيد ونرحب بالناس الحلوة ديت، ونقول رأينا في التعليقات، نحط كومنت جميل، ونشارك الفيديو ده للغير. عايزين كل اهل الصعيد النهاردة يشوفونا من كل البلاد. تعليق جميل ولايك حلو ومشاركة الفيديو كده. وشوف بقى الاستاكوزا بعد ما استوت بالزبدة وعصير البرتقال والليمون طلعت عاملة ازاي بكل سهولة. سوينا الاستاكوزا في اسرع وقت ممكن، مع كوكتيل حلو من الفوسفور مع البلح والسيبيا والسنجاري والخلطة. بص بص بص، شايف؟ لا لا، انا محتاجة كمان واحدة والله. الله يا سلام على الجمال وعلى النار وعلى الصوص وعلى الدخانة والناس الحلوة الجميلة. يلا بالله عليكم ما تنسوش اللايك وتشاركوا الفيديو للغير، ونقول رأينا في التعليقات. وتعالوا مع بعض كده نطلع بالتريه الجميل ده ونشوف الناس الحلوة الجميلة دي. بص 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 بص. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات قادمة. دمتم في امان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الى اللقاء، سلام عليكم.